قال هو كان على الصليب كان بيتألم آلام مبرحة وكان في منتهى الفرح. يقول لك هدخل نص اليمين الفردوس وهنزل للجحيم من قبل الصليب وهسحق الشيطان، فكان فرحان جدا. الذي من اجل السرور موضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالايه؟ بالخزي، لدرجة ان كانوا بيعايروه عشان يرجع لورا وينزل مع الصليب. يقول لهم مش ممكن، لا الان اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان، دي ساعة المجد، ارجع ورا ازاي؟ قال عن نفسه كده في سفر ارميا لم ارتد الى الوراء، ما رجعتش لورا، بذلت ظهري للصيام، وجهك لم ترد عن الايه؟ عن البساق. الارتداد معروف ان واحد يسيب دينه مثلا يبقى اسمه مرتد، لا احنا عندنا الارتداد الواحد يهرب من صليبه. لا اوعى ترتد الى الوراء. الارتداد ان بتبقى فيه صلبان في حياة الواحد العملية العادية، في عملك، في كليتك، في البيت، في جارك، فانت بايه؟ بتحاول تحل الصلبان ديت وتخلص منه او تتذمر عليه. فالهروب في الواقع من الصليب الهروب من المجد. اللي مش فاهم ما يقولش قد اتت الساعة لكي يتمجد ابن الانسان، يقول قد اتت المصيبة فيجب ايه؟ الهروب منها. انا ما بتعبش نفسيتك ولا بضايقك ولا بعقدك في العالم، لكن انا بقول لك في سرور انت ما لقيتوش لسه، سرور اللي كان شايفه المسيح وهو بيتمم رسالته الخلاص البشرية. فالصليب بتاعنا لابد ان يكون بفرح وجهاد، لازم يكون نظرك للصليب مستمر. عشان كده تلاقي المسيحي دايما فرحان شجاع مبسوط، الفرح اللي بيعم حياة المسيحيين وهم حاملين صليبهم، لانهم شايفين امور لا يراها غيرهم مش شايفينها. هو من جوه يعرف الصليب كويس، لان الصليب غير حياته